السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده. النهارده جايين نتكلم عن الجوله الجديده من الدوريات الخمسه الكبرى، وهنقول برضو شويه اشاعات كده من تحت لتحت موجودين ظهروا الاسبوع ده، هنتكلم برضو عليهم. بس قبل ما نخش في الحلقه ما تنساش تنزل تشترك في القناه علشان عايزين نوصل لاول 1000 مشترك في خلال الفتره الجايه في اسرع وقت ممكن. هو ده هدفنا وعايزين نوصل. فلو انت عاجبك المحتوى اللي احنا بنقدمه وعايز تشجعنا ما تنساش تنزل تشترك. وعايزين نوصل الحلقه دي ل 50 لايك، حاجة صغننة جدا. فيلا بينا علشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نخش بالانترو. طيب خلينا الاول نبدا بالدوري الانجليزي اللي هتبدا الجوله بتاعته يوم الجمعه بماتش تشيلسي ضد لوتن تاون. لوتن تاون ده اللي هو فريق من الثلاث فرق اللي لسه متصاعدين من الدوري الدرجه الثانيه في انجلترا. لسه لغايه دلوقتي ما نعرفش اي حاجه عنهم، مش متابعينهم قوي، ولسه هنشوف هيقدموا ايه ضد الكبار بتوع اوروبا. اما بقى بالنسبه لتشيلسي فهم بيمروا بمحنه غريبه جدا لغايه دلوقتي، مش مفهوم اسلوب لعب تشيلسي، فيه غلطات كتيره في الفريق، لسه لغايه دلوقتي الفراغات اللي موجوده في الفريق ما قدرش بوتشيتينو يسدها. وخصوصا ان احنا كنا متوقعين من بعد ما كايسيدو ولافيا راحوا هما الاثنين لتشيلسي، كنا متوقعين ان خط وسط تشيلسي هيبقى من اتقل خطوط الوسط اللي موجوده في الدوري الانجليزي، الا ان هو قدم اداء كارثي جدا في الجوله اللي فاتت ضد ويست هام. فلسه هنشوف بوتشيتينو هيتعامل ازاي مع المشاكل دي، بس حاليا لو الامور استمرت على الحال ده الكام جوله تانيين اقدر اقول ان تشيلسي بره السباق بتاع الدوري الانجليزي. تشيلسي عندهم مشكلتين اساسيين حاليا، ان هم ما عندهمش دفاع قوي، لسه لغايه دلوقتي ما فيش القائد ان هو يقدر يشيل الدفاع القوي. كولوبالي وزي تياجو سيلفا وزي ناس تانية كتير ما قدروش ان هم ياخدوا الدور القيادي ده، ومش قادرين ان هم يشيلوا الدفاع لوحدهم. وللاسف حاليا بعد صفقه روميلو لوكاكو اللي لغايه دلوقتي مش مفهوم من امرها اي حاجه، هما تشيلسي ما عندهمش راس الحربه الاساسي اللي يقدر يخلص لهم الماتشات ويقدر يخلص الهجمات اللي بتضيع بطريقه غريبه. فتشيلسي محتاجين يحلوا المشكلتين دول علشان نبتدي نتكلم. اما نروح بقى على ماتشات يوم السبت اللي هتبدا بماتش توتنهام وبورنموث. حاليا توتنهام خارج من الجوله الجايه بمعنويات جيده، بمعنويات عاليه فوق السماء، وان احنا منتظرين منهم اللي هيقدموه السنه دي. على ما اظن الماتش ده هيبقى سهل على الورق يعني لتوتنهام، وحاليا خصوصا ان هم بدانا نشوف توليفه جديده عملها المدرب الجديد في خط الوسط وفي الهجوم. وقدرنا نشوف اللي هو ما بعد عصر هاري كين، هل فعلا توتنهام هيقدروا ان هم يستمروا ده لمدة 35 جولة تانيين في الدوري الانجليزي؟ هنشوف. بس حاليا انا برشح توتنهام لسباق التوب فور، مش الدوري الانجليزي، سباق التوب فور. ونخش بقى على الماتش اللي بعديه اللي هو مانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست. حاليا مانشستر يونايتد خارج من الجوله اللي فاتت باداء كارثي جدا، ما كناش منتظرينه من اليونايتد خالص، ما كناش منتظرينه من إيريك تين هاج خالص بمعنى الكلمه. قدرنا ان احنا نشوف الشوط الاولاني في ماتش مانشستر يونايتد وتوتنهام اللي كان موجود في الجوله اللي فاتت، قدرنا نشوف يعني لمحات كده ان مانشستر يونايتد بنشوف اسلوب لعب، بنشوف حاجات مختلفه، حاجات جديده على مانشستر يونايتد. كنا بنشوف ان فعلا الهجوم اتطور، بقى فيه طرق كتيره مانشستر يونايتد بيستعملوها ان هم يوصلوا للجون، بس للاسف مفيش الفينشر اللي يخلص الهجمات دي. حاليا اللي نقدر نقول الموجودين في هجوم مانشستر يونايتد هو برونو فرنانديز وراشفورد، وحتى الاثنين دول مش قادرين ان هم يشيلوا لوحدهم. مانشستر يونايتد لسه عندهم مشاكل برضو في الدفاع باينه جدا وملحوظه جدا، لو ما حلوهاش هيخرجوا من سباق الدوري الانجليزي بدري بدري. بس على ما اظن ان ماتش نوتنغهام فورست هيبقى سهل على الورق، ما اظنش ان الموضوع هيبقى صعب يعني، بس ادينا هنشوف. لسه بتتفرج يعني انزل اشترك، في بتاعه كده ظهرت اهي، انزل اشترك. وخلينا نخش على الماتش اللي بعديه واللي هيبقى في نفس الوقت بتاع ماتش مانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست، وهو ارسنال وفولهام. ارسنال حاليا بيمر بفتره قويه جدا من ساعه الدوري الانجليزي اللي فات، ان هو اخيرا رجع لدوري الابطال، وهنشوفه بينافس في دوري الابطال السنه دي. واحساسي الداخلي وتوقعي ان هو هيوصل لمراحل متقدمه جدا في دوري الابطال مع ميكيل ارتيتا، لان ميكيل ارتيتا بيدير مشروع قوي جدا، وحاسس ان المشروع ده هيوصل لحته قويه قوي. ده غير كمان ان هو يقدر ينافس على الدوري الانجليزي السنه دي، ومستنيه ينافس على التوب فور. وهل هيوصل فعلا ان هو ممكن يخطف الدوري الانجليزي من بيب جوارديولا ولا لا؟
على ما اظن ماتش ارسنال وفولهام هيبقى ماتش سهل، ارسنال هيقدروا ان هم يكسبوا بسهوله جدا بالطول والعرض، فاتوقع مكسب ارسنال بكل سهوله. اما بقى نروح على ماتشات يوم الاحد، واللي هيبدا بماتش شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي. شيفيلد يونايتد برضو من الفرق اللي لسه متصاعده من الدوري الدرجه الثانيه. شيفيلد يونايتد لو فاكرين، من مش الدوري السنه اللي فاتت، اللي كان قبليه شيفيلد يونايتد وصلوا لمراحل قويه جدا، وكان فريق تقيل ورخم من سنتين. بس حاليا هنشوف هيقدموا ايه السنه دي، بس للاسف هنشوف هم هيعملوا ايه قدام مانشستر سيتي. مانشستر سيتي اللي حاليا يعني مفيش اي كلام يعلن عليه، مفيش اي حاجه جديده تتقال، مفيش اي حاجه قديمه تذكر. مانشستر سيتي ماشي زي القطر فعلا، بيغتصب في فرق الدوري الانجليزي كلها حاليا. يعني اللي ممكن نقول الاخبار الجديده ان جواو كانسيلو بنسبه كبيره هيرحل عن مانشستر سيتي وهيروح برشلونه. ده اخر الاخبار الموثقه اللي نزلت يعني. وان في كلام ان برناردو سيلفا ممكن يمشي من الفريق، لان في عقد، يعني في شرط جزائي في العقد بتاع برناردو سيلفا برقم مش غالي. وعلى ما اظن يعني هو تقريبا ب 60 مليون او 70 مليون شرط جزائي. على ما اظن ده شرط جزائي رخيص جدا بالنسبه لبرناردو سيلفا. فلو في فريق فعلا قدر ان هو يقدم العرض، يعني يدفع الشرط الجزائي وياخد برناردو سيلفا، على ما اظن دي هتبقى صفقه قويه جدا لاي فريق. اما نروح بقى اللي هو ممكن نقول قمه الجوله، يعني قمه صغننه كده، وهي ماتش ليفربول ونيوكاسل. نيوكاسل انا متوقع ان هو هيبقى خصم رخم جدا على الدوري الانجليزي، وعلى ما اظن ان هو هينافس على التوب فور. مش هينافس على الدوري الانجليزي، هتبقى صعبه قوي، بس هيقدر ينافس على التوب فور ويرخم على التوب فور. فهنشوف الماتش ده ايه النظام، لان انا مستني اشوف ثلاثيه خط الوسط بتاعه تياجو وسوبوسلاي وماكاليستر. حاليا ماكاليستر نادي قدم التماس على الطرد اللي خده في الماتش اللي فات، وقدر ان هو يعني قبلوه، الالتماس اتقبل، فماكاليستر هيقدر يلعب الماتش اللي جاي عادي جدا، مفيش اي مشكله. بس عايزين نشوف بقى الثلاثيه دي ايه اللي هيحصل. وكمان لما نضيف عليها اللاعب الجديد اوندر الياباني، اللي المفروض ان هو خط الوسط الدفاعي اللي هيشيل مكان فابينيو. وكمان برضو في كلام متشاش كده ان لسه ليفربول بيدوروا على خط وسط دفاعي تاني جنب اللاعب ده علشان يشيل مكان فابينيو. اما بقى بالنسبه للخبر يعني المهم اللي ممكن اقوله، هو ان صلاح حاليا في اشاعات كده ان هو قبل عرض الاتحاد السعودي. بس في مشكله، المشكله ان العقد بتاع محمد صلاح ما بيخلصش قبل 2025. فحاليا صلاح علشان يمشي حاجه من الاثنين: ليفربول لازم يقبلوا العرض الكبير اللي الاتحاد السعودي هيقدموه، بس هم مش هيقبلوه. ليفربول مش هيقبلوه عشان ليفربول عارفه كويس قوي ان هو لو محمد صلاح مشي دلوقتي الفريق هيقع بمعنى الكلمه. فهم مش هيقبلوا الرقم ده، ومش هيقبلوا ان صلاح يمشي حاليا. فلو هيمشي عندهم فرصه ان هم يمشوه في الصيف الجاي او السنه اللي بعدها. والعرض اللي مقدمه الاتحاد السعودي ان هو صلاح لو راح السنه دي او السنه الجايه هيبقى اغلى لاعب في الدوري السعودي كله، هيقبض اكتر من كريستيانو ومن بنزيما. فهل يا ترى هنشوف محمد صلاح بيلعب في الدوري السعودي؟ قولي رايك تحت في الكومنتات. وخلينا بقى نروح على ريال مدريد اللي هيلعب يوم الجمعه ضد سيلتا فيجو. حاليا ريال مدريد بيمر بنكسة إصابات، بلعنة الإصابات نزلت المرة دي بقى على ريال مدريد، من كورتوا، من إيدر ميليتاو، وربنا يستر على بقية لعيبة الفريق علشان كامافينجا مش هيقدر يشيل مكانهم كتير كده. بس الخبر المهم اللي نتكلم عليه دلوقتي هو كارلو أنشيلوتي طلع من يومين في مؤتمر صحفي قال إن سوق الانتقالات بتاع ريال مدريد انتهى، وإن ريال مدريد مش هيتعاقدوا مع أي لاعب تاني. للأسف أنا شايف إن دي مشكلة لسببين. السبب الاولاني ان كده هم قفلوا الباب قدام كيليان امبابي بشكل رسمي، معنى كده ان هم وصل لهم كلام ان هو عايز يجدد وعايز يقعد ويكمل في باريس. والسبب التاني ان لعنة الاصابات دلوقتي مفيش حل ليها. ما حلوش مشاكل الاصابات، هم حلوا مشكلة كورتوا بان هم جابوا كيبا، وهيبقى الحارس البديل بتاعه هيبقى لونين. لكن المشاكل الدفاعية مستمرة. اصلا المشاكل الدفاعية كانت مستمرة وكانت لسه موجودة السنة اللي فاتت لما كان إيدر ميليتاو موجود، ما بالك بقى لما إيدر ميليتاو برضه مصاب. فانت عندك مشاكل كبيره جدا في خط الدفاع هتاثر عليك ان انت تنافس على الدوري الاسباني وعلى دوري ابطال اوروبا.
وخصوصا ان دوري ابطال اوروبا السنه دي هيبقى رخم قوي، وهيبقى ليه نظام جديد هنشرحه في حلقه جايه كده بطريقه محترمه، وهشرحه لكم واقول لكم ايه الدنيا. بس مين عارف، ممكن تكون دي كلمتين كارلو انشيلوتي رماهم قدام الصحافه علشان ما يبين لهمش ان ريال مدريد بيحاولوا يتعاقدوا مع لعيبه تانية. بس على ما اظن ان ماتش سيلتا فيجو هيبقى ماتش سهل على الورق يعني، وما اظنش ان هتحصل اي مفاجآت او اي مشاكل. نروح بقى الناحية التانية في كاتالونيا للغريم التقليدي برشلونة اللي هيلاعب يوم الأحد فياريال. على ما أظن الماتش ده هيبقى رخم شوية على برشلونة. حاليا برشلونة بيمروا بفترة قوية جدا، حاليا عندهم كتيبة وعندهم بدلاء كتير وعندهم دفاع قوي. أنا حاسس إن برشلونة واحد من الفرق اللي دفاعهم يعتبر من أحسن الدفاعات في أوروبا، بس برضو ما زالت بتظهر مشاكل في خط الوسط، وساعات برضو بتظهر في الهجوم. حاليا في الهجوم بحس ان لو برضو ليفاندوفسكي مش موجود، الهجوم بيبقى على الله خالص. اللي بيقدروا يسندوا في الهجوم هما رافينيا وانسو فاتي مثلا، لكن حاليا مفيش يعني اسم تقيل جدا في هجوم برشلونة غير ليفاندوفسكي. حاليا ليفاندوفسكي لما ما مش بيبقى بيومه بيبقى هجوم برشلونة مش في يوم، بالرغم من ان بيدري وجافي بيشيلوا الحته دي شويه وبيحاولوا يسندوا في الهجوم جامد قوي، بس مع ذلك انا شايف ان لسه في شويه مشاكل في الهجوم. بس على ما اظن يعني ان الماتش ده برضو مش هتحصل فيه اي مشاكل، رغم ان الماتش هيبقى رخم، وعلى ما اظن برشلونه هيعدي. وبس كده وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. لو انت لسه بتتفرج دلوقتي ومش مشترك، انزل دلوقتي اشترك علشان عايزين نوصل لاول 1000 مشترك خلال الفتره الجايه في اسرع وقت. وما تنساش تشغل جرس التنبيهات علشان الفترة الجاية هننزل حلقات مهمة جدا، وخصوصا خلال الأسبوع اللي جاي ده، فتنساش تشترك معانا. وكالعادة كان معاكم محمد ممدوح من برنامج مافيا كورة. سلام.